خارجين من الصيف وبشرتنا فيها تصبغات ومحروقة من الشمس، وعايزين نعمل مقشر أحماض الفواكه بأقل تكاليف بدل ما نشتريه بمبلغ وقدره. تعالي النهاردة هقولك ازاي تعملي مقشر أحماض الفواكه في البيت وبأسهل طريقة، ونتيجته أحسن من اللي هتشتريه من بره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ تعالي النهاردة الموضوع مهم جدا جدا جدا. قلب الماما وعين الماما. بصي يا ست البنات، احماض الفواكه عباره عن العصارات بتاعه الفواكه. في منها ايه بقى؟ بتبقى موجوده مش عايزه اخش معاكم في موال كبير والله، بس احماض الفواكه دي بتبقى من اسمها باين انها في الفاكهه. في منها في العنب وفي الكمثرى وفي التفاح وفي الليمون. ايه اللي يجمع كل الاحماض دي في عشبه واحده؟ وهقول لك على الطريقه وجربيها بالله عليكي، جربيها بس شوفي هتعمل النتيجه ايه. طبعا عشبه الكركديه يعامل معاملة الكريمات المقشرة، ولو أفردت في استخدامه برضه بيجيب وردية رقاقة في الجلد. عشان كده هقولك النهاردة ازاي تعملي السيرم أحماض الفواكه من الكركديه وبطريقة آمنة وبسيطة جدا. الكركديه فيه الأحماض الموجودة في العنب وفي التفاح وفي الكمثرى وفي الليمون، كل الأحماض دي، وكمان غني بفيتامين سي، فهيبقى النتيجة بتاعته حلوة جدا جدا ومرضية. عايزة اقولك ان انا جايبة التركيبة دي من دكتورة، وقالت لي والله الموضوع بسيط فوق ما تتخيلي، بس انت حافظي على بشرتك، لان التقشير مش بس ازالة للتصبغات وازالة للجلد الميت واثار الحبوب والبقع البنية والكلف والنمش، لا، التقشير علشان يخلي بشرتك نظيفة ونضرة وفيها دموية، وكمان كده تحسي انها على طول شابة ومتجددة، وبيأخر ظهور الخطوط التعبيرية. ما طولش عليكي، قولي طولي. تعالي بقى اقول لك هنعمل ايه. هتجيبي لي معلقتين 2 كركديه مليانين، وتحطي عليهم معلقتين ميه. يا ابله اماني، معلقتين كركديه وعليهم معلقتين ميه؟ اه والله، معلقتين كركديه عليهم معلقتين ميه مغليين، وتسيبيهم لحد ساعتين 3 لحد ما لون الميه هتشوفيه، هتعرفي ان هو ده تقشير احماض الفواكه اللي انت بتشتريه من بره. تمام كده. وبعدين هتجيبي لي على معلقتين، هتصفي بقى، ناخد المعلقتين ايه الميه دول اللي هم بتوع بتوع الكركديه، ونحط عليهم معلقتين جل صبار، وقلبي كويس جدا 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 جدا. المقشر ما يتحطش الا بالليل من نص ساعه لساعه، بعدين تشطفي وترطبي كويس جدا جدا زي اي كريمات مقشره، وما يتحطش برضو تحت العينين ولا حوالين الانف ولا حوالين الفم. عايزه تستخدميه بطريقه الساندوتش ماشي، عايزه تستخدميه احنا شرحناها قبل كده، عايزه تستخدميه زي ما انا بقول لك كده من نص ساعه لساعه، وبعدين تشطفي وترطبي كويس، اقسم بالله النتيجه هتبهرك على ايديكي وعلى رقبتك وعلى تركيزاته بقى يا ست البنات. زي ما انت بتجيبي التركيز في الاحماض الفواكه تركيز 1 و2 و3 لبشره الوجه وللسنسيتيف اريا وللركب والاكواع، انت تقدري تستخدمي تتحكمي في تركيز الكركديه زي ما انا بقول لك كده، يا اما النص بالنص زي ما احنا قلنا، معلقتين ميه عليهم معلقتين كركديه عليهم معلقتين جل صبار، يا اما تعلي اكتر يبقى 3 معالق ميه، 3 معالق كركديه في معلقتين ميه في معلقتين جل صبار. فهمتيني هتعادليها ازاي؟ وطبعا لازم انت ايدك تبقى في الموضوع، يعني كل واحد دكتور نفسه. هتجربي هتلاقي النتيجه مرضيه جدا جدا جدا، وينفع للسنسيتيف اريا، وينفع للاندر ارم، وينفع لكل حته في الجسم. اهم حاجه عندي الترطيب او المرطبات الكتير، سواء بقى كنا في الصيف في الشتاء، دي انسب فتره ان انت تقشري بشرتك الفتره دي، لان مفيش شمس كتير ومش هتعمل معاكي سايد افكت. فالتقشير ده هيبقى جميل. لو عايزه تقشير كريم استخدمي، لو مش لاقي اكراتين، انا اتكلمت على الاكراتين، لو مش لاقي اكراتين هاتي دكتاكورت كريم. الدكتاكورت كريم زيه او كريلاريك فورت، بلاش الدكتاكورت، كريلاريك فورت، تركيز 2 وتركيز 4، ويتستخدم زي الاكراتين بالظبط. وجربي يا ست البنات، اعملي بقى سبسكرايب للقناه عشان الفيديوهات اللي جايه مش عايزه اقول لك تحفه التحفه التحفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.